تعالوا نعمل شوية بسلة باللحمة المفرومة، لا اتعملوا ولا هيتعمل زيهم ابدا، ولا عمرك جربتيها اساسا. آه، جميلة 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 جدا. اعمليها بس بنفس الخطوات اللي انا عملتها، مفيش خطوات زخعبلية. طبعا لازم ندوق مع بعض. الاكل مولع. انا شخصيا لو ما كانش الاكل ولعة ما كلش، لازم اعذب معدتي. بسم الله. مزيكا. مزيكا. اكاد من فرط الجمال اذوب. عشاق بقى البسله والخضار واللحمه والحاجات دي، جربوها وهتدعوا لي. والله العظيم هتدعوا لي. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. في الاول كده نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه والسلام على حبيبي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كان عندي حتتين لحمه صغيرين كده ومحتاره الصراحه اعمل بيهم ايه. فهم لا ايه، لا هيقدموا ولا هيأخروا لو اتعملوا كده زي ما هم صحيح. فقررت ان انا هقطعهم كده صغير واحطهم في الكبه بتاعتي، اديهم فرمه محترمه. بعد كده جبت حله حطيت فيه، ما حطيتش فيها اي ماده دهنيه لان زي ما انتم شايفين كان فيه مكعبين من الدهن. كان الجزار حطهم لي مع اللحمه. فانا هنا قطعت عليهم بصلايه متوسطه بشرتها كده بايدي. وحطيت هنا مفصين من التوم. مش عارفه اللي عمال يحصل في الكاميرا ده، بس معلش اعذروني. هسيبها بقى تتشوح شويه كده لحد ما تنزل ميتها والبصله تدبل. هبدا انزل بشويه من البسله وشويه وجزريه واحده. انا حطيت جزريه واحده وحوالي نص كيلو من البسله، ما يجيش نص كيلو كمان والله. وهظبطها بقى اتبلها بقى بالتتبيله اللي انا عايزه اتبلها. حطيت شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره، وشويه سبع بهارات، وشويه كاري. عايزه تزودي اكتر من كده. وحطيت كمان شويه من البابريكا المدخنه. ما عندكيش بابريكا مدخنه ولا حاجه تضايق ولا حاجه تعصبك، هنحط بابريكا عاديه. بس البابريكا المدخنه اللي ما يعرفش طعمها، هي عامله زي طعم صوص الباربيكيو المدخن، الباربيكيو المدخن بس. بعد كده ضربت حوالي 5 طماطميات، فرمتهم كويس جدا وحطيتهم. هسيبها بقى تتسبك مع نفسها. وهحط هنا معلقه من السكر علشان تعادل نسبه الحموضه اللي موجوده في الطماطم. هسيبها بقى تاخد غلوتين 2 بالظبط. وبعد كده هكون مجهزه معايا طاجن وحطيت لها هنا شويه ميه علشان كانت داخله يا دوب داخله في التسبيكه. هجيب بقى هنا معايا الطاجن، اي طاجن فخار، طاجن بايركس، صينيه ألمونيا، اللي متوفر عندك في بيتك. هنزل بقى بالكميه كلها كده. جماعه والله العظيم طعمها تحفه، جربوها مش هتندموا. ما تسرحوش معايا كده في الفيديو، ما تنسوش تحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم وشويه الكومنتات الجميله اللي بتفتح نفسي وبتشجعني ان انا اقوم اصور وانزل فيديوهات. بعد كده بقى ايه، انا هغطيها هنا بصينيه. ما كانش عندي ورق سلفان الصراحه، فالجيش قالك اتصرف. فانا غطيتها هنا بصينيه ودخلتها الفرن. بعد كده هعمل شويه رز بالشعريه زي السكر. حطيت شويه زيت ومعلقه كده من الزبده البلدي البقري. تحفه يا جماعه، بتخلي الرز معاكي مفلفل كده وجميل. حطي بقى كميه الشعريه اللي انت بتحبيها. بتحبي الشعريه قليله حطي، لكن انا بحب الشعريه كتيره ولونها يكون مصفر كده، ما تبقاش غامقه. والاكل يا جماعه اذواق. كنت غاسله الرز ومصفياه. هنزل بقى بكميه الرز. انا لما بعمل رز بيقولوا لي انت عامله شعريه بالرز مش رز بشعريه. هنزل هنا مكعب مرقه دجاج يا جماعه، ومرقه الدجاج دي اختياري، اللي ما بيحبهاش ما يحطهاش. وحطيت هنا شويه من الرز شويه ملح. وهديله بقى تقليبه كده على السريع، وانزل عليهم بشويه ميه يا دوبك الميه تغطيه. وهغطيه بعد كده اول ما يغلي ويشرب ميته. هدي عليه النار خالص خالص زي الشمعه. وبعد كده في نص التسويه كده بديله تقليب وبس كده بيكون موجود معايا احلى شويه رز. جميل جدا جدا جدا، جربوه. مفيش اسهل من عمل الرز يا جماعه بكل انواعه. بس وكانت هنا اللي الطاجن خد معايا ما خدش نص ساعه بالظبط في الفرن. وطلع زيفين عمال يبقبق كده وجميل. على ما الخضار استوى معايا في الفرن كان الرز استوى. وبألف هنا وشفا على قلبكم لو هتجربوه. جربوها يمكن تعجبكم بجد بجد، جميلة جدا. ما تنسوش تدعوا لأمي بالشفاء هي وجميع مرضى المسلمين. ربنا يشفيكي يا أمي، اللهم آمين. انتوا جميع مرضى المسلمين. ما تنسوش تحطوا لي لايك الجميل وكومنت بتاعكم الجميل، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، والأهم من ده كله انتوا تشيروه مع أصحابكم يمكن غيركم يستفيد.
اشوف وشكم على خير في فيديو جديد باذن الله. شايفين الجمال؟ يا سلام.